زهقنا من السمك المشوي وزهقنا من السمك المقلي. النهارده هنعمل اجمل وصفة سمك ممكن تعملوها في حياتكم. سهلة جدا ومكوناتها موجودة عندنا كلنا، مش هنحتاج ان احنا نشتري اي حاجة جديدة من بره عشان نعمل الوصفة الخطيرة دي. هنقدمها بقى مع رز صيادية، هناكلها بعيش زي ما انتوا عايزين. قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو كده زيكم، واشتراك للقناة لو مش مشتركين عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نشوف طريقة التحضير بتاعتنا مع الصوص الخطير اللي نازل منها ده، بيتاكل مع الرز السعودية طعمه في حتة تانية خالص. ويلا نشوف طريقة التحضير بتاعتنا هتكون عاملة ايه. اول حاجة هنجيب الكبة اللطيفة بتاعتنا، او هنستخدم الهون. هنجيب راس توم حلوة كده محترمة، هنقشرها وهنحطها معانا في الكبة دي اول حاجة خالص، ودي اساسي في الوصفة بتاعتنا، يعني التوم ده اساسي. شوية خضروات بقى، فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل احمر، جزر كمان حطيت. واحنا قلنا ان احنا بنزود الخضروات على قد ما نقدر عشان نزود القيمة الغذائية بتاعة الاكل بتاعنا. هنحط عصرة ليمونة كاملة، طبعا السمك زي ما انتوا عارفين بيحتاج ليمون وليمون كتير كمان، فاحنا هنحط ليمونة كفاية. هنحط كمان معلقة من الخل معاها، الخل الابيض العادي خالص. وهنحط شوية التوابل بتاعتنا، والتوابل سهلة جدا وموجودة عندنا كلنا، ملح وفلفل اسود وكمون. ودي بهارات السمك بتبقى موجودة عند العطار، ممكن تقولوا عايزة 5 جنيه بهارات سمك عادي يعني، وممكن تستغني عنها وتزودي شوية كمون. بس كده هنضرب كل الخليط الحلو ده مع بعضه. هنا انا حطيت الجزر زي ما قلت لكم، انا بحب ازود الخضروات عشان ازود القيمه الغذائيه بتاعته، وده غير ان هو طعم الحاجات دي ما بتبانش خالص، بس الولاد بتاكلها وبتستفيد منها، ودي اللي احنا عايزينه. اول حاجه هنجيب بقى اي خضار موجود عندك في البيت، كوسه وبصل وفلفل الوان وبطاطس، وجزر كمان قطعناه. مش متوفر اي حاجه من دول غير مثلا شويه فلفل وبطاطس قطعيها كده معاهم، مفيش اي مشكله. بس احنا بنقول ان احنا بنزود الخضروات على قد ما بنقدر. هنحط معلقتين من التتبيله اللي احنا عملناهم دولت مع الخضار اللي احنا عملناه ده. مش قادره اقولك بيطلع الخضار طعمه عامل ازاي، غير اي خضار انتي كلتيه في حياتك. طعم حلو قوي مع الصوص بقى اللي هينزل وهيسويلك البطاطس دي مع الخضار، طعمه حلو جدا. وكده جهزنا الخضروات بتاعتنا. هنجيب السمك بقى بتاعنا بعد ما نضفناه طبعا، هنفتحه فتحتين كده من الجناب. السمكه صاحيه باين. هنفتح فتحتين كده من الجناب زي ما انتوا شايفين، عشان ندخل التتبيله بتاعتنا فيه وكمان يستوي معانا وشكله بيكون احلى. هنخلص كل الكميه بتاعتنا وهنجيب بقى الخضار بتاعنا كده، وهنجيب السمك وهنحط من التتبيله اللي احنا عملناها. هنبدا ان احنا ندعك في السمكه كلها من بره ومن جوه عشان تاخد الطعم بتاع التتبيله. اهو زي ما انتم شايفين، موضوع سهل وبسيط ومش محتاج اي مجهود منك خالص، وخصوصا ان احنا في الحر فبنحاول نشوف وصفات تكون سهله وسريعه وما توقفكيش كتير في المطبخ، يعني في ثواني تكون جاهزه معاكي. هنبدا ان احنا نتبل كل السمك بتاعنا كده. ده غير ان هو الوصفه دي خفيفه، يعني السمك المشوي اللي هو بيبقى تقيل قوي في الحر ده، والسمك المقلي طبعا احنا عايزين نبعد عن اي حاجه مقليه، وبنحاول ان احنا نستبدلها بالحاجات الصحيه، وفي نفس الوقت بتكون طعمها حلو جدا، مش مستهلكين اي دهون خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا ان احنا نخلص كل كميه السمك بتاعتنا، بندعكه من بره ومن جوه اهو، عشان يشرب من التتبيله اللطيفه اللي احنا عاملينها دي اهو. وهنرص السمك كده فوق الخضار بتاعنا زي ما انتم شايفين، وبقيه التتبيله هنحطها على الوش. هنجيب بقى حوالي معلقتين من الزيت، وهنحط بقى كده ايه رشه على كل سمكية علشان تديها لون حلو في الفرن، مش كتير، زيت ذره، زيت. دخلناها الفرن على درجة حرارة 200 لحد ما الخضار بتاعي يستوي، وبعدين بولع الشواية وبتاخد لون من فوق وبيطلع معانا بألف هنا. ومتنسوش تقولي رأيكم.